السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أنقل لكم كالعادة إلى ملخص مباراة الديربي، مباراة ميلان والإنتر، لا سأذكركم فقط بتشكيلة الفريقين المعلنة الآن. فبالنسبة للإنتر سنبدأ بالإنتر. في الحراسة كالعادة أونانا، يعني بقي بنفس التشكيلة. دارميان في الدفاع، أتشيربي، باستوني، دومفريس ودي ماركو. بالنسبة لوسط الميدان هناك باريلا وتشانهانوغلو وميخيتاريان، وثنائي الهجوم زيكو ولوتارو. بطبيعة الحال كما قلنا بقي بنفس تشكيلة مباراة الذهاب. بالنسبة للميلان في الحراسة مانيان، في الدفاع كالابريا، تياو، توموري وهرنانديز. في وسط الميدان تونالي، كرونيتش، ميسياس، دياز ولياو. وهو الخبر المفرح للميلان وهو عودة لياو، لكن هل سيكون بتلك الجودة أو بتلك الجرينتا اللي نعرفه عند لياو وهو العائد الآن من الإصابة؟ الله أعلم، سنشاهد المباراة إن شاء الله. وفي الهجوم كالعادة جيرو. إذا هناك تغييران بالنسبة للميلان. نعرف أن بن ناصر أصيب خلال مباراة الذهاب، وبالتالي كل الآمال يعني معقودة على لياو اللاعب الأبرز في الميلان. هل سيستطيع اختراق دفاعات الإنتر؟ هل الإنتر سيستغل المساحات التي ممكن أن تكون عند الميلان، لأن الميلان مطالب بالضغط، مطالب بالتسجيل، وخصوصا التسجيل في وقت مبكر لكي يتدارك فارق الهدفين المسجلين. لحسن حظ الميلان أن الهدف الآن لا يحتسب بهدفين خارج القواعد، وبالتالي كل الأمال معقودة على الميلان. نتمنى حظ موفق للميلان وحظ موفق أيضا للإنتر، ولكن شخصيا أريد صراحة أن نشاهد الميلان في النهائي. ولما لا نشاهد نهائي جميل جدا بين أساطير في دوري أبطال أوروبا، بين الميلان وريال مدريد. على العموم لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أشكركم، دمتم في أمان الله وحفظه، فرجة ممتعة.